السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا. يا رب تكونوا في صحة جيدة وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى روتين، النهارده فيديو عن الزرع كده يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله. القته نجحت والزرع بتاعي نجح اهو. دي شجره الاستفندي او برتقان حاجه زي كده. بسم الله ما شاء الله. بصوا بتبدا تخضر بقى من كتر ما انا بقعد اشربهم ميه ومهتميه بيهم. بصوا بتبدا من تحت كده، واهي ربنا يا رب يصلح الحال فيها ان شاء الله. صحيح الزرع يروحوا الميه، انا لما بقعد عليهم يومين يا جماعه عن الزرع ما فيش ميه، الزرع بيدبل وينشف. اما لما اديله ميه كل يومين بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين الزرع كده. احنا بقى هننضف الحشيش اللي انتم شايفينه ده كده، عشان الحشيش ده كده والشوك ده غلط على الزرع. فقلت النهارده روتين كده مع القته. بصوا شجره القته بسم الله ما شاء الله. بصوا بتبدا تمد كده. بصوا يا حبيب قلبي الله اكبر يعني. شكلها تحفه وجميل. اللي زرع قته قبل كده بقى يقول لنا بتطول اكتر من كده ولا ايه؟ بصوا دي الذره اهي بسم الله ما شاء الله. طبعا ده الحشيش اللي احنا هننضفه مع بعض وهنشيله، هنضطر ان احنا نشيله من جذوره كله علشان خاطر يظبط الزرع معانا، وعلشان خاطر ما يأثرش بس على الزرع. لازم اول باول كمان قبل ما نسيبه، قبل ما يكتر في الزرع يا جماعه، وقبل ما نعرفش نسيطر عليه، لا اول باول كده. ساعات لما نحس ان الارض خلاص الجذور بتاعت الحشيش دي زادت فيها او طلعت فيها، فلازم ننضفها كده ونطلعها. شويه الحشيش ده تحطيه بقى للفراخ، للرومي، للوز، لو عندك معيز، جديان، اي حاجه هتحط لهم. هو بصوا في الارض مثبت بالجذور بتاعته، يعني عايز حد ايده ناشفه، علشان انا بشد بالايد الشمال فمش عارفه ان انا اتحكم. حتى البنات مش هنا كانوا صوروني فرحانين باخوهم بقى ان هو جه النهارده. جاي لنا زياره اخوهم، فخرجهم خدهم النهارده كده وقال اخرجهم شويه يا ماما واخرج معاهم. فطبعا خدهم وخرجوا مع بعض، فهم فرحانين لانهم يعني ما بيخرجوش يا حبايبي. هي الخروجه اليوم خالتهم ما جت وكده، فخرجنا معاها. كانت هي الخروجه بتاعت الاهرامات دي. من ساعتها بقى هم محبوسين ما بيطلعوش ولا حاجه، مصدقوا ان اخوهم جه وفك عليهم وخدهم ومشوا راحوا يتفسحوا شويه طبعا. فجيت انا قلت بقى اصور الفيديو كده، لو هم معايا كانوا مسكوا الكاميرا وصوروني وانا بعرف وانا بحاول اخلع الحشيش ده من الارض بس من الجذور، لانه لازم يطلع من الجذور زي الرجله دي. بصوا كده، بصوا اي نجيله بقى في الارض اي حاجه من جدرها كده هنبدا ان احنا ننضفها كده ونطلعها. اهم شيء من الجدر بتاعها كده زي ما احنا شايفين، عشان ايه ما تطلعش تاني. نمسك الحاجه كده من جدرها وننضف الارض كلها، علشان الارض ما يطلعش فيها زي كده تاني ويأثر على الزرع. طبعا احنا هنعوزه للطير، مش هنرميه اي حاجه برضو، مش هنرميها، هنستخدمها وهنعوزها للطير. بصوا شجره القته بسم الله ما شاء الله. بصوا فرعت لحد فين. بصوا كده يا حبايبي، هنوسع عليها كده عشان الذره برضو ايه ما تعكسهاش وتطول. طبعا انا شربتها امبارح بس بالميه عليها مفتوحه طول الليل، وشربتها كده امبارح. حتى تلاقوها بسم الله ما شاء الله مخضره ومصحصحه. بصوا بصوا الفروع بتاعتها وصلت لحد فين، الله اكبر يعني. انا بفرح جدا بالزرع لما بهتم بيه كده والاقيه كده بياخد في وشه ويطلع كده وحلو. وان شاء الله هتابعه معاكم لحد لما يطلع القته كده وينتج معانا، وهوريكم برضو، عشان انا عارفه انتوا بتحبوا منظر الزرع والخضره وبتفرحوا لما الزرع كده بينجح معانا ويجيب انتاج يا جماعه. زي ما كنت بصور معاكم في الطماطم والبتنجان والذره والحاجات التانيه برضو كده. بصوا شجره القته واصله لحد فين. بصوا بسم الله ما شاء الله بتتفرع وتفضل تمد كده لحد لما توصل بقى ايه معانا. انا هوريكم بقى كام شجره كده انا محتاره فيهم بصراحه، ما اعرفش دي قته ولا كوسه. بصوا يا جماعه، بس هي تقريبا قته برضو دي كده، لان احنا بذرنا جذور حاجات كتير معاها يوم ما كنا بنزرعها، وبذرنا خضره وحاجات وعملناهم برضو، فكان كذا حاجه يعني. تعالوا هوريكم الحته اللي هناك دي مخضره وجميله. بس بصوا واحنا ماشيين اي نجيله في الارض نلاقيها نحاول ان احنا ننضف ونشيلها علشان خاطر ايه ما تاذيش الزرع بس معانا. بصوا كده هنا شجره قته صغيره اهي، بالراحه كده عشان ما نخلعهاش اهي. بصوا النجيله دي كلها هناخدها كده للفراخ هتفرح بيها، وللروميه. الروميه بقى ايه بتفرح باي خضره او اي حاجه، اي حاجه خضره بتفرح بيها، والبط كمان والطيور بتاعتنا
نحاول برضو ايه، مش كله على طول اكل بيتي وكله على طول علف وحاجات، لا احنا هنشيل الخضره دي وهنطلعها ونرميها لهم برضو كده، ينقنقوا فيها زي ما هي كده، بينتشوا فيها كده يا جماعه، بس بيفرحوا باي حاجه خضره، وبتبقى غذاء ليهم وفايده كمان، تغيير اكل كمان ليهم. بصوا بقى الحته اللي انا بقول لكم عليها، بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا المنظر تحفه بجد بجد، يعني المنظر تحفه تحفه تحفه، يجنن كده المنظر، الزرع كده بصوا. دي بقى اللي هتبقى القته، الموار اللي هو الاصفر ده شايفينه، ان شاء الله يا رب يكون واضح في الكاميرا. ده اللي هيبدا بقى ينبت القته بقى وتبدا تطلع معانا اهي كذا نوار اهو. بصوا الشجرات دي كده مليانه، بصوا النوار الاصفر ده يا جماعه هو ده اللي هيبدا انتاج الزرع بقى. بصوا الشجره ماده لحد فين، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا المنظر ده، طلعت واحده اهي كمان. بصوا بقى افرحكم معايا، بصوا الله، بصوا المنظر، بصوا جميله في الشجره وطازه وحلو. بصوا الله اكبر، هو ده اللي يفرح بقى، ان انت تزرعي وتيجي ساعه الحصاد تبقى المنظر جميل. بصوا لسه واحده اهي، وفي كذا واحده كمان هصورها معاكم. بسم الله ما شاء الله، والله لسه واخده بالي منها، انا بنزل الارض اسقيها وبص، بس والله ما خدت بالي الا معاكم في الزرع دلوقتي. والشكر وش الخير والسعد، بصوا على المنظر يفرح. بصوا واحده كمان اهي، بصوا يا جماعه الله، انا بقى بموت في القته دي، بحبها وهي لسه طازه كده، وتجمعيها وتكون صغيره زي الخيار كده، تحفه تحفه والله العظيم بجد يا جماعه. بصوا بقى المنظر، هتبدا ان شاء الله تسحب كلها، وهتبدا تجيب بقى ان شاء الله. هصورها معاكم، انا مش هجمع الاتنين دول، هنسيبهم لحد ما يكبروا بقى كده معانا. انا عماله ابص في الزرع التاني اللي هناك ده كده، اشوف اذا كان في حاجه ولا لا، بس طبعا عنده حشيش عايز يتشال برده من جدره، علشان خاطر بس ينضف له، علشان ايه ما يأثرش عليه. بس بصوا دي عشان مش حواليها حشيش ولا حاجه، حواليها كده بصوا رايق، بسم الله ما شاء الله. بصوا جميل، وفرحانه ان انا شفت لها حاجه طلعت، فحسيت ان تعبنا كده ما راحش على الفاضي، وبنقوم بدري نسقيها الميه زي ما قال اخي الفاضل الاستاذ سيد عثمان، قال لي احسن حاجه للزراعه تزرعي بدري، يكون افضل للزرع، عشان الارض بتبقى سخنه ساعه الظهريه او كده. اما قال لي عايزه تزرعي، عايزه تسقي، افضل حاجه للزرع يا اما بدري خالص يا اما متاخر. انا بسمع كلامه، بفتح الميه بعد الفجر كده على الارض، وبسيبها بقى الماسوره تمشي معاها وتسقي الارض براحتها لحد الصبح كده، بقوم بلاقي الارض شربت وغرقت في الميه. فبصوا بقى الانتاج بعد التعب كده، بسم الله ما شاء الله. كمان عايزه اوريكم شجره الجوافه، الجوافه برضو لقيتها جايبه معانا كده، بسم الله ما شاء الله، مع ان الجوافه برضو عايزه تشرب ميه على طول. بصوا الارض مليانه حشيش بكميه مش هقول لكم، عايزه تتنضف فعلا يعني. بصوا انا كنت صورت معاكم شجره الجوافه دي، وكان لسه فيها الجوافه، بصوا كانت لسه صغيره زي كده يا جماعه، انا صورتها معاكم. بصوا كانت كده، طبعا بتبدا اهي تصفر، دي لسه خضره اهي. الشجره دي انا بشربها مع القته، وانا بحاول اعدي الميه على القته، بروح فاتحه لها حته من هنا كده، فبتدخل لها الميه وبتشرب. فهي عشان كده بسم الله ما شاء الله، يعني هي هتحاول بقى ان هي بصوا هتبقى زي كده يعني وتكبر شويه، بس ربنا يهدي بقى الناس وتسيبها في حالها، لان اللي بيجي يعدي ويلاقيها بالذات العيال بيروحوا ناتشين منها يعني. فان شاء الله ربنا يصلح الحال، تكمل انتاجها، وهي بتحاول برضو اهي تكبر وتزيد في الفروع بتاعتها اهي. كل ما بتشرب ميه يا جماعه، وكل ما بندي لها ميه، كل ما هي ايه بتزيد معانا وتكبر. فان شاء الله ربنا يعيننا يا رب، واقدر اسقيهم، لان زي ما بقول لكم يعتبر انا اللي بعمل لوحدي يعني. انا عماله اكلمكم، وانا اصلا عماله اعدي في الارض من هنا لهنا، والشوك ملا الهدوم بتاعتي والله العظيم. فبقول لكم انا اعتبر بسقي لوحدي، فانا على قد ما بقدر بس بحاول ان انا اوصل الميه واتابع الزرع واشوفه، واتعلمت حاجات كتير في الزرع وفي الزراعه ووقت بتروي الارض. بس انا عايزه اسال بس يعني لو حد هيفيدني في حته القته، انا لو رميت ليها سماد في الوقت ده عادي ولا هستنى شويه؟ انا عندي السماد جوه، عندي السماد جوه، عندي شكار السماد، بس لو حد بقى بيفهم في الزرع اكتر مني وممكن يفيدني ويقول لي اذا كنت ارمي لها شويه سماد دلوقتي كده، ولا استنى لما تكبر القته وتطلع الزرع بتاعها
وبعدين احدف السماد فيها، وكمان بعد السماد بس الميه اكيد على طول، ما بسيبوش لان انا عارفه وان هو بيبقى حامي على الزرع. فعايزه حد يقول لي كده معلوماتي صح ولا غلط، وانا كده ماشيه صح ولا ايه؟ والزرع امتى بيحتاج السماد وامتى بيحتاج الميه اللي تتروي بيه بعد السماد على طول لما برشه، علشان ينجح معايا. عشان انا خايفه ارش سماد دلوقتي بصراحه يحرق الزرع ويكون غلط عليه، لان الجو زي ما انتم عارفين حر جدا وشمس. فحد يفيدني ويقول لي اذا كنت ماشي شوف الفيديو وشوف اذا كانت الارض محتاجه سماد حاليا ارمي ليها سماد، والوقت المناسب اللي ارميه الصبح بدري او اخر النهار ماشي، وبعد ما ارميه مباشره بسقيها على طول، ولا بستنى لتاني يوم لما اسقيه. فاللي عنده معلومه يفيدني بيها ويقول لي. ده الفيديو بتاعنا، رب ما كنت طولت عليكم الفيديو حبايب قلبي. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يجعل الايام كلها ايام خضر عليكم وسعاده يا رب العالمين. ما تنسوش الشير واللايك والاشتراك عشان القناه تكبر بكم يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.